على أرض المعجزات، التاريخ يتكلم بلسان العصر. في الأيام القليلة الماضية تصدر افتتاح المتحف المصري الكبير عناوين الصحف الورقية والمنصات الرقمية ليصبح الحدث الثقافي الأبرز محليا وعالميا. ولم يكن الافتتاح مجرد فاعلية رسمية، بل لحظة تاريخية يستعيد فيها المصريون مجد أجدادهم ويقدموا للعالم نموذجا جديدا في الحفاظ على التراث برؤية معاصرة. تنوعت المعالجة الصحفية لهذا الحدث بين الافتتاحيات والتحليلات والتغطيات المصورة، حيث احتفت الصحف الورقية بعظمة الإنجاز فكتبت عناوين مهيبة مثل: مصر تفتح أبواب التاريخ، الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير بالجيزة، والعالم يحتفي بعيد المتاحف، المتحف المصري الكبير يرى النور أخيرا وحدث ينتظره العالم، المتحف المصري الكبير يعلن ميلاد عصر ثقافي جديد. أما العناوين التحليلية فجاءت لتعبر عن الأبعاد المتعددة للمشروع، مركزة على أهميته الثقافية والسياحية والاقتصادية، مثل: أكبر مشروع ثقافي في القرن ال21، رحلة 20 عاما من العمل والإبداع، والمتحف المصري الكبير بين عبق التاريخ وسحر الحداثة، والقوة الناعمة المصرية في أبهى صورها، المتحف الكبير رسالة إلى الإنسانية. في المقابل، اختارت وسائل الإعلام الرقمية أسلوبا أكثر اختصارا وإثارة لجذب الجمهور عبر عناوين سريعة وجذابة، منها: الفرعون يعود إلى بيته الكبير، ومصر تكتب فصلا جديدا في حضارتها، ومتحف القرن يفتح أبوابه للعالم، والافتتاح العظيم مصر تتحدث بلغة الحضارة. يعكس هذا التنوع في التغطية ثراء المشهد الإعلامي المصري وقدرته على مخاطبة جمهور واسع باختلاف اهتماماته، كما يبرز كيف تحول المتحف إلى رمز عالمي للحضارة المصرية الحديثة يجمع بين جلال الماضي وروح المستقبل. يقع المتحف المصري الكبير عند سفح أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة ضخمة تضم آلاف القطع الأثرية النادرة، منها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة في مكان واحد. ويعد المتحف أكبر صرح أثري في العالم، يجسد رؤية مصر الجديدة في تقديم التراث الإنساني بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة. وهكذا لم يكن افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا ثقافيا فحسب، بل رسالة حضارية إلى العالم تؤكد أن مصر لا تزال مهد التاريخ وملتقى الإنسانية وصاحبة الريادة في الحفاظ على إرثها العظيم وتقديمه للأجيال القادمة.